دي انت ليه بتعمل كده؟ عشان انت بطيئه وممله وايدك بتبقى عرقانه. بص هخش في الموضوع على طول. احنا قعدنا من اول حلقه لحد النهارده قعدنا نقول ايه كل حاجه بالكلام والكوميونيكيشن بالاتفاق وتتكلموا وبوح وما تبوحش والكلام الجامد ده. صح. انت عايز بقى تهد ده كله دلوقتي؟ لا خلينا نحط اول حاجه. التوبيك اللي احنا هنتكلم عليه هو فن اداره بقى الكونفرسيشنز دي. انت دخلت في الكونفرسيشن هتديره ازاي؟ خلاص ده التوبيك يا خبر. بس قبل ما نقول ده قبل ما نقول ده عايزين ننوه. مش كل فسفوسه تشوفها تتكلم عليها، صح؟ يا انت كده ماشي. مش كل فسفوسه. ماشي. قلنا قبل كده في تغافل، صح. ان الاساس قبل الكلام تغافل، صح. ان انت اكنك مش شايف، ولما مش هتعرف تتغافل تتكلم بس خلاص. فاحنا دلوقتي بقى بنقول ازاي لما تيجي تتكلم الله ينور. فاحنا في تكمل، في كونتينيوتي ماشي. ان الموضوع بعد ما خلص ما فضلش يتكرر جواك مره واثنين وثلاثه بعد رغم انه ما خلص. ما اتفرجش على الحلقه ولا ماشي، مع انه كان قاعد هنا بس هو مش مركز. طفل غير نجيب. لو الموضوع فضل يتكرر في دماغك لازم تتكلم عليه، بس في الاصل مش الكلام، في الاصل تغافل. ماشي. لان الكلام كل شويه وكثره النقد وكثره ان انت هتبقى شكاء بكاء زي اخت حسين كده الله يرحمه، وتفضل ان انت خانق فاهم، خانق البارتنر بتاع مش كل صح هرش كده. تعالي بقى وي نيد تو توك. ايوه انا ما عجبتنيش الهرش. ساب يعيني الراجل كل شويه فاكر ان انت منبهاه ان هو يقفل القعده، سابها مره. وي نيد تو توك. هو كل مره بيقفلها اكيد نسي. تخافلي المره الجايه يعني هيقفلها عادي. ماشي. فالاساس ايه؟ التمشيه. سابها مره واثنين وثلاثه وي نيد تو توك ساعتها، بس هو طول عمره بيقفل قعده الحمام. سابها مره مشيها يا ست الكل، خلينا نخلص. فمش كل حاجه نتكلم فيها خلاص. ده الايه، ده الاساس. ماشي. فستيب 1 تغافل، ستيب 2 كلام. خلاص طيب اتكلمنا بقى. ندير ازاي بقى؟ نديرها ازاي؟ بالله قول لي. انا هموت وهنا تنتهي. لا انا يعني هقول لك مشاكلي وانت حاول بقى. انا هلعب دور الشخص اللي عنده مشاكل. بوح انا مشكلتي الكبيره دايما فعلا لما الواحد بيجي ايه شيبه ازاي بجد والله. مشكلتي لما اجي اتكلم في موضوع حساس هو فعلا ازاي هدخل الدخله. انا مؤمن ان اي حد فينا لو حس بالهجوم، المثل بيقول لك ايه يا باشا؟ القطه بتخربش. صح. فهو انت غصب عنك انت حسيت بالاتاك هتاتاك. صح. انا بقى ببقى حريص جدا ان انا ازاي اوصل لك ان ده حاجه تصرف ضايقني، ومش عايزك تحس ان هو اتاك لدرجه ان انت تيجي وتاتاكني. لان خناقه يعني حاولت انت بتاتاك وانا باتاك. طب ما انت عملتي، طب ما هو دي فاهم قصدي؟ فعايز ما هو احنا لازم نتفق ان هو الموضوع مش لطيف يعني، دمه مش خفيف. هو لازم يتفتح بطريقه مش لذيذه. فدي بقى بتبقى الانتري بوينت، دي بتبقى ممله قوي او رزل قوي. والمشكله بقى الثانيه ممكن نرجع بس هقول لك كل مشاكلي بقى. لا بوح ان انا لما بتكلم ايه اللي انا نفسي اسمعه؟ حد ريليت، حد يقول لي فهمت قصدك، انت شايفها من الناحيه دي. يس فهمتك. وممكن يتكلم بقى كده يقول اي حاجه هو عايزها، بس يقول لي يديني دي، عمل لك فاليديشن، يديني دي، عمل لك فاليديشن. لا لكن لو سكاب دي بقى، سكاب يعني اللي ما تخطى دي ودخل على يا اسطى ما انا بعمل كده عشان خاطر كذا كذا خسرك يا عم. انت كده بقيت بتدافع عن نفسك بقى، وانا عايز بس انت فاهمني. قول لي ان انا فهمت. اصل السواقه فن مش عن يعني. بس كده ده اكتر حاجه بتشغلني. وبعد كده نقعد ونتكلم وبتاع وناخد وندي ونروح ونيجي وتقول وجهه نظرك واقول وجهه نظري. انا بستريح مجرد ان انا وصلت لك وجهه نظري. انا اصلا ده النهايه بالنسبه لي. انا مش ان انت تعتذر لي يعني. ده مش طبعا لو اعتذرت لي عن حاجه انت غلطان فيها دي يعني حاجه جميله يا ريت. بس بجد والله العظيم انا اخري هو ان انا اقول لك وانت تقول لي انا فهمتك وخلاص يا معلم. انت فهمتني، انت فاهم، ده بيضايقني خلاص يا باشا.
انت اكيد المره الجايه بحسن نيه انا متوقع ان انت هتحاول تتفادى ده. صح. انا قلته لك، انا اصل انت ممكن تكون ايه مش عارف انا عملت ايه، قلته لك، وانت لما عملت ايه هتحاول تعمل اللي عليك وخلاص وبتمشي. انا يعني ده اللي انا عايز اوصله. فلما بقى الكونفرسيشن بتطول بتبقى غالبا انا مش عارف اقفش لان انت مستني بقى هذا الشعور بقى، مستني بقى طلعي بقى الحته اللي انا مستنيها. يقول لي يا عم فهمتك يا دين امي، ده انت قصدك كده صح يا راجل كده. ده اللي انا بدور عليه. والله. بس بقى قبل ما اقول لك برضو وجهه نظري في الحته دي، في حركه الرجاله مشهوره قوي فشخ تعملها صراحه بتخنقني. البنت بقى ايه، انت مثلا ايه بتكلمك تقول لك مثلا انت مثلا متغير مثلا معايا الفتره دي، انت مش مظبوط معايا مش عارف ايه. قمت انت بقى انت كراجل، احنا كلنا بنعملها، انت مش عارف انا مضغوط ازاي، انا مش عارف يومي كان عامل ازاي، ده انا بموت نفسي عشان اجيب الشقه، ده انا بعمل ايه عشان العربيه مش عارف، انت مش عارف انا وانت تقلب بقى تقلب القصه كلها، فاهم؟ بتدافع وهي بقى بتنكمش، فاهم؟ الحركه دي محدش يعملها بقى عشان حركه زباله، معلش يعني. ماشي، ما هو ده على فكره اللي بياخدنا اللي انا كنت بقولك عليه في ايوه انا فاهم. لو حد قال لك حاجه مثال. ايوه لو حد قال لك حاجه وحشه انت تحس بالهجوم، هتعمل ايه؟ هتدافع عن نفسك تيجي وتحس انت مظلوم بقى، ده انا هايم نفسي. طب هي المشكله في الطريقه اللي قالت بيها ولا انت خدت وضع دفاعي؟ هنتكلم في الاثنين بقى، لان دي ليها اسم ودي ليها اسم، دي ليها اسم ودي ليها اسم. الاثنين على فكره الاثنين، انت ممكن تكون هي برضو عملت اللي ليها اسم دي وانت حاسب بالاتاك. هقول لك في مصطلحات. ماشي، هدي مصطلحات كتير بقى وانا برز في اتنين. اول حاجه ممكن الشخص هو اللي هاجم، لان في طريقه ان انت تقول كل اللي انت عايزه كله من غير مهاجمه، هنتكلم عليه كله من غير ما تهاجم وهنقول عليه. فانت لما تهاجم بالطبيعيه ايه التاني هيدافع، خلاص. طيب وفي طريقه ان انا مش بهاجم بس انت عندك اتاتشمنت ايشوز، هنتكلم عليها في حلقه تانية. يا لهوي. الاتاتشمنت ايشوز دي اول ما انت حسيت بانسكيورتي في العلاقه، ايه ده معناها ان انت هتسيبني، ده معناها ان انت تحبنيش، ده معناها والتاني ولا اي حاجه. انت مش حاسس ان انت جواك سكيور في العلاقه، فبالتالي مهما التاني قال بايا كانت الطريقه بمنتهى الشياكه انت هتحس ان انت هتجيت اوفندد برضه، مش اتاكت، ان انت مهدد. قصه تانية خالص غير اتاكينج. ده انت العلاقه مهدده، ده معناها انه ممكن يسيبني، معناها انه سابني احنا هنفترق وانا اصلا عندي اتاتشمنت معاه ان هيلثي، انا ما ينفعش اسيبك. فاهم قصدي؟ فوات ايفر انت قلته حتى لو كانت الطريقه زي ما الكتاب بيقول، اللي احنا هنحكيها على فكره انتظرونا، حتى لو زي الكتاب بيقول، فاللي قدامك يكش. ففي الاثنين ممكن تكون مشكله في اللي بيتكلم ومشكله في المستمع، وممكن تكون مشكله في الاثنين. تخيل بقى ان انت بتهاجم واللي قدامك انسكيور في العلاقه، ده 90% شيع 90%. دي كونفرسيشن الزباله ده بقى اللي بنسمع صوتها من الجيران. الله ينور عليك، وعياط. ايوه وانا كنت بقول لك ايه في الباب اقفل البتاع اسكليتد يعني من راحت من قعده التويلت للجيران اللي حكموا من وحكموا من انت يا جماعه يعني كونفرسيشن سهله والله، فاهم قصدي؟ طب لا عايز انا معلش انا من ساعه الكتاب وانا عايز اروح للكتاب. هنروح للكتاب بقى بالله. طيب خد دي بقى يا صاحبي بقى بالله، خد بقى ده زوبت ده، يا رب حد يدفع فلوس. طيب اول حاجه، انت عشان تقول حاجه انت محتاج تدرس حاجتين، ان انت لازم تكون عارف شخصيه اللي قدامك ده هل هو في العلاقه حاسس ان هو سكيورد ولا لا، والحته دي بتتبني بكذا كونفرسيشن تفهم اللي قدامك. لو هو انسكيور في العلاقه دي حاجه هو المفروض يشتغل عليها وانت تساعده فيها، ماشي؟ وهنتكلم عليها في حلقه ثانيه، الموضوع الاتاتشمنت ثيوريز والديفرنت كايندز اوف اتاتشمنتس والكلام ده كله، بس ده مش ده اللي هو. بس لو قدامك انسكيور في العلاقه اول حاجه لازم تعملها انت تطمنه. انا بحبك اللي انا هقوله ده هو ملوش اي علاقه باي حاجه غير ان انا بس مفيش حد فضفض له غيرك او العكس. فبتطمنه ان ده مش معناها تفاقم، انا بس عايز ادردش معاك واللي انا هحكي فيه ده مفيش حد غيرك هيفهمه، فانا مضطر ادردش معاك. فاهم قصدي؟ بتهديه، بتطمنه، بتخلق له سيف سبيس، لان هو اصلا مش سيف، هو اصلا مش سكيور، فانت لازم تبتدي تحاوطه. ده بيبذل مجهود شويه عليك لان انت اوريدي متغاظ وتعبان ورحت تمهد. فاهم قصدي؟ وغالبا مش مشكله دي سهله دي. وغالبا انت مختار توقيت كويس المفروض، عشان انت مش اول ما الموقف حصل يلا تعالى نتكلم، لا انت لازم تهدى شويه، فاهم؟ لازم الموضوع يكون اوف، ولازم تسليب اون ات، ولازم بس تتكلم فيه ما تسيبوش، بس لازم الدنيا تهدى شويه. حلو؟ دي اول تريك، ان انت
تفهم شخصيته اللي قدامك وتمهد له وتخلق له السيف سبيس ان هو يبقى قابل ان هو يبقى قاعد وهو مش مهدد. في فرق بين ان انا مهدد وفرق ان انا بدافع، الاثنين مختلفين حسب شخصيته اللي قدامك وحسب الثاني بيعمل ايه. خلاص مهدد وبدافع، فانت كده على طول في مهدد وفي واحد بيدافع. لو حد بيدافع دي غلطتك، لو حد مهدد ده انت ما خلقتلوش السيف سبيس ان هو عنده انسكيورتي في العلاقه. خلاص طيب ازاي بقى انا اتكلم واقول انا خلاص عملت السيف سبيس ده وقلت له انا بحبك وانا اللي انا هقوله ده عشان انا مش فيش حد تاني غيرك اتكلم معاه فيه وانا محتاجك تسمعني، خلقت القصه. على طول تتكلم بدل انت انا، ما تقولش انت عملت انت سويت، تقول انا بحس مثلا. انا بحس بس. ايوه قفشتها منه كده. انا النهارده لما انت ما عملتش قفلتش انا حسيت ان انت مش مهتم بالبيت زي ما انا بهتم بالبيت. انا على طول بتكلم عليك انت اصلا، انت فاهم؟ انا حسيت كذا، انا عملت كذا، انا افتكرت كذا، انا شفت كذا، انا فانت بتعمل ايه؟ الموضوع تحول ما بين ان انت بتهاجمه عشان الموقف لان انت بتشرح له انت مشاعرك عامله ازاي، حتى لو موقف صغير ملوش خالص اصلا علاقه، خلاص خلص، لكن المشاعر حقيقيه. يعني انت النهارده مش هينفع ان هو يقول لك مشاعره وتقول لا انت ده مشاعري انت مالك انت؟ انا حسيت كده ان شاء الله ايه اللي حصل؟ ان شاء الله لو المطر انا نزلت وقلت والله انا حاسه ان انا النهارده سعيد والمطر انت في حد هيشوف المطر يبقى سعيد؟ حد يشوف المطر يبقى تعيس؟ هي مطره انا حر بقى. انا حر لكن ما ينفعش تقول والله لا اصل المطره مش بتخلي الواحد يحس انه تعيس. مش المفروض تحس كده. نعم يعني انت مش عارف انت مالك انت صح؟ فانت بتتكلم عليك انت. طيب ماشي. ودي اكتر بتنفع الراجل. حلو ان الراجل يقول انا حاسس، انا ما يعملش اتاك للبنت. وفي بقى تريك بنت كلب بقى، خد دي بقى، دي جايه في الجول. البنات على طول المشاعر بتاعتهم بتخليهم حاسين ان هم حاسين بيه ده الحقيقه والفاكت. فلو هي قالت ده انا زهقت منك، حلو، في الوهله هي بتبقى دي حياتها، انا زهقت منك، حلو. فانت كراجل زهقت مني، ده انا لسه مفسحك ومأكلك ومشربك وعامل لك فانت بقى بتتجنن، هو ايه اللي زهقت؟ ده انا قايت حط كلمه قبل كلمه بعد في سرك. ايه بقى؟ هي بتقول انا زهقت منك، حط كلمه انا حاسه اني زهقت منك، دي الكلمه اللي هتحطها في الاول، والكلمه اللي هتحطها في الاخر دلوقتي. انا حاسه اني زهقت منك دلوقتي، انا حاسه ان انا زهقانه منك دلوقتي. وتريك في ايه بقى؟ في لما تقول لك كلمه حلوه، ده انا بموت فيك دلوقتي. لان المشاعر بتاعتهم كل شويه بتتغير وبتقلب، المشاعر دي تقلب حقيقه بالنسبه لهم في الفتره اللي هم قاعدين فيها. فهي ممكن دلوقتي تقول انا زهقانه منك الصبح، انت روحي دلوقتي، انا روحك دلوقتي، كمان ساعه هبقى شيطان دلوقتي برضه. فانت حط انا حاسه، لان هي مش هتقول على كده، هتقول حاسه، هي كده، فاهم؟ هتقول انا حاسه ان انا كده دلوقتي، اي كلمه ده ايه حتى لو حلو، فاهم قصدي؟ خلاص. فانت ايه ده الاستقبال. ففي حاجه اسمها انكودنج وديكودنج، انت بتستقبل، حلو، بتترجم ده بالطريقه دي، بتطلع ايه بقى؟ مش بتطلع رد، ايه؟ بتطلع اسئله، عايز افهم اكتر. فاهم قصدي؟ حسيت ده ليه؟ تفهميني اكتر لما انت قلت كذا. ايوه، ما هو ده اللي انا ببقى مستنيه بقى من الشخص لما انا ببقى انا اللي بحكي يعني. بالظبط. ببقى عايزه يبقى انترستد في اللي انا بقوله ومش مش مشخصن الموضوع. يعني انا لو جيت قلت لك انا زعلان من كريم، انت مش كريم، فغالبا مش هتشخصن الموضوع ومش هتبتدي ترد بالنيابه عن كريم. ايه اول حاجه هتقولها لي؟ طب ده حصل امتى؟ حصل ازاي؟ طب هو قال لك كده ايه ازاي؟ هو ده انا عايز بيفهم. بفهم يعني كانك بيكسبلور معاك بالظبط بشكل ما او باخر، فاصل ده عن ده، صح. او في كاركتر تاني يرد عليا، مش اللي هو انا اللي يعني فاهم انا الغلطان، صح، وانا اللي عامه هي صعبه بصراحه، بحس انها صعبه، صعبه فشخ طبعا. يعني لان اول لو سبتها لاحساسك كده، اول حاجه هتيجي على بالك طب ما انت مش عارف ايه، طب ما هو في رد برضه اللي هو بتاع ما هي الدنيا، ما مشاعرك جميله وبتاع، بس هي الدنيا كده. ما هو اصل انت فاكر ايه يعني؟ اصل انت فاكر الحياه هتبقى طول الوقت وردي وبتاع؟ لا ده هي كده، عارف؟ هقول لك مثال، هقول لك مثال. واحده ست بتتكلم مع جوزها مثلا، بتقول له انا متضايقه ان احنا رحنا معاه متاخر 10 دقايق، وانا 100,000 مره مفكراك ان احنا المفروض ننزل بدري وان احنا محتاجين احنا نروح. هو رد يقول لها ايه؟ ما انت عارف ان عندي ADHD وانا على طول بنزل في مواعيد متاخر، فدي مش اول حاجه، مش اول مره اعملها.
تخيل لو انت اللي قلت ده كان رد. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يعني فاهم؟ انا ما حسيتش خالص ان ده يعني انت ما احتويتنيش مشاعريا. حتى لو انت عندك ADHD ومش عارف ايه، كنت ممكن تصدق عندك حقك عليا. ايه اللي انا عملته ده؟ انا كنت المفروض اعمل كذا. موضوع ADHD تكسب ارض. موضوع ADHD ده مدمرني. ما تفكري معايا طب انا اعمل ايه في المره الجايه؟ انا عايز المره الجايه اتعالج من الموضوع ده. طب ايه اللي وتبتدي هي تدور معاك وتساعدك. فاهم قصدي؟ بس انت كسبتها بقى. كسبتها. فاهم قصدي؟ مش ما ده الطبيعي يعني. انت عارفه ان عندي ADHD يا اخي عم ميتين ردك. فاهم ايه القرف ده؟ فاهم؟ لان فكر في الناحيه الثانيه. لو انت اللي متنرفز ومتضايق وكنت متاخر على اهلك ومش عارف، وهي تقول لك طب انا عندي ADHD يعني انت عارف ما انا كل على طول بتاخر. ايه يعني ايه يعني مش مبرر. فاهم؟ وتتخانقوا بقى الى الاول ADHD بتاعك فاهم؟ ده هم 10 دقايق. فاهم؟ صح. فاهم؟ صح. فن ده فن. الكونفرسيشنز اللي احنا قاعدين كل شويه لازم تكونفرسيت مع بعض وتتكلموا مع بعض، ده اداره. ده فن. ده لازم تحكمه. علشان لو انت قاعد بقى كل شويه تقول والله ده في بودكاست قالوا لي نتكلم، كل شويه تتخانقوا عشان انت بتتكلم غلط. انت بتتكلم غلط. حلو. بس فما تجيبش اللوم عليا. فاهم؟ محدش في الحلقه ولا مش في الحلقه دي. انت غلطان ان انت شفتش الحلقه دي. فلازم تحتوي ولازم تهدى ولازم تفهم شخصيته قدامك. اذا كان هو الاتاتشمنت ستايل بتاعه ايه، هل هو سكيور في العلاقه، هل هو انشس، هل هو افويدنت، هل هو انشس افويدنت او بيسموها فير. حاجات كتير هنبقى نتكلم عليها. بس ده يعني مثلا لو واحد مثلا افويدنت، الاتاتشمنت ستايل افويدنت، عارف ايه اللي هيحصل؟ اول ما تيجي تقول له عايز اقول لك عايز اكلمك في حاجه، ينكمش. هو مش عايز يسمع. هتيجي تتكلم مش هيرد، هيمشي ويسيبك. فاهم قصدي؟ فانت لازم ده عكس الانشس بقى. الانشس لا انت هتسيبني، انت مش بتحبني. فاهم قصدي؟ والرجاله بيبقى معظمها افويدنت والبنات معظمها انشس. فانت انت كبنت لازم تبقى عارفه ان قدامك ده افويدنت وانا عارف ان هو هيشت داون، فانت لازم تجيبه. البنت الولد ده مع البنت لازم يكون عارف ان هي هتقلق، فلازم يخليها سيف سبيس وهكذا. فاهم قصدي؟ هل ينفع نرسم لها دايجرام كده فلوت شارت؟ هي حاجه فيجوال كده يعني. ممكن نحاول نفيجوالها. طب في مصادر الناس ممكن تقراها يعني قصدي اقول اصل دي اللي بتتكلم عليه ده ساعات بحسه موهبه كده ربنا بيديها للناس اللي هي بتعرف تتكلم وتعرف، عارف انت اللي هو يغلبك بالكلام ويعرف ياخد حقه معاك، او حتى يعرف يقنعك. عارف الناس اللي عندها قدره في الاقناع فتوصل لك الحاجه بطريقه لذيذه وتوريك القيمه بتاعتها. وعارف الفرق مثلا بين التربيه الايجابيه والتربيه السلبيه. مثلا ان هو بيقول له يا حبيبي انا فاهمه مشاعرك ومش عارفه ايه بس مش عارف. يعني قصدي اقول هل دي حاجه تتعلم؟ اللي انت بتقوله ان هي حاجه طبعا نتعلمها. معلش انا بقطعك. انت قلت كلمه مهمه قوي. ايه طبعا؟ ان ساعات الناس بتبقى عايز تكسب الكونفرسيشن. انت اوعى تكسب الكونفرسيشن. يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها اكسب الكونفرسيشن. مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها يعني انا عارف انت كنت بتقول ده عشان انت بتقول ان في ناس بتعرف تاكل الناس بالكلام. انا مش عايز اكل قدامي بالكلام. انا عايز ابقى انا وهو ضد المشكله. ماشي. اسمع قويه بصراحه. انت فاهم انا فاهم قصدك. بس انا كان قصدي بيكسب. لا انا عارف ان انت كنت بتتكلم على ده. أيوة انا خدتها كده يعني. بس قصدي طب مش المفروض انا انت كان هو متكلم يعني كاريزماتيك. انا فاهم انت كنت قصدك واحد تاني مثلا ما بعرفش يعبر عن مشاعره. يعني انا عايز روشته بصراحه. ماشي. ما دي بقى عشان الروشته دي تتاخد لازم ندي يعني لازم نكمل في كذا حاجه. يعني عشان كلها بتتضح في الاخر. بس خلينا يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاحنا بس الملخص بتاع الموضوع هي فكره اداره المحادثه. ان المحادثه مش هتنفع برضو تتساب هلهلي. لا تمشي كده. لا ان هو مجرد ما فتحنا نتكلم ده كده خلاص ده معناه ان احنا المشكله اتحلت. لا في طريقه نتكلم مش كده. انت بتتخانقوا اصلا. ايه؟ انتوا هتتخانقوا. هنتخانق لو سبتوها كده المحادثه هتبقى خناقه. ما هو زي ما بقول لك اول ما بدات الكلام ان انا ههاجمك فانت هتهاجمني فبقت خناقه. فشكرا ما استفدناش حاجه. هو بدا بالهجوم. انا هندله بقى ازاي يعني؟ بس اول حاجه عبد الرحمن اول حاجه انت عارف ان البارتنر بتاعك بدا بالهجوم فهو لسه مش محنك في الحته دي. ماشي. بس انت عارف عشان انت بتتفرج على البودكاست فابعت له اللينك اول حاجه. ده كده ستوب كده هنتحدث. خد اللينك ده على فكره جزء ان انت تمرن اللي معاك. لو انت عندك معلومه هو ما يعرفهاش انت المفروض تشارك ده كده يعني. بس لو انت الشخص اللي قدامك ده محتاج يطلع وانت فاهم
فاهم ان هو محتاج حاليا يبقى في حد بس بيسمعه، ويبقى عندك امباثي تجاه الشخص ده. وعلى فكره انت مش لازم تكون انت غلطان على فكره، فاهم قصدي؟ بس انت هو مش جاي يغلطك وبيحبك، هو جاي مجروح، فاهم قصدي؟ فانت كل انت عايز تمتصه. فلو هو يعني جه عليك او هاجم او كده، طبعا انت مش هتحس احساس حلو، بس اتليست ما تتخانقوش، اتليست انت امتص ده. وبعد ما تخلص بعد ما هو يخلص قصته كامله بكذا يوم، تتكلم معاه على فكره انا مقدر قوي ان انت كنت عايز تعبر عن، انا مبسوط ان انت اتكلمت معايا، بالعكس انا عايز ده يحصل تاني، خلينا بس ندير حوار بطريقه مختلفه. انا هبقى حابب ان انا لما انت تيجي تشتكي من حاجه ما احسش ان انا كنت كان بيتهاجم عليا بالمنظر ده، حسيت ان انا بتعلمه بالطريقه ازاي الكونفرسيشن بتتاخد، فاهم قصدي؟ ف واحده مع الشريك بتاعك، انت عن طريق حاجات بتشوفوها اونلاين مع بعض، وان انت طريقه الكونفرسيشن بتاعتك هتعلمه على فكره من غير ما ياخد باله، هو هيبتدي يطبق عليك، يقلدك. ليه؟ لان هو هتبقى كونفرسيشنز جميله وسهله وهيطمنك فاهم قصدي؟ بس لو انت عندك المعلومه وفاهم ان ده شخص مجروح، ما تروحش انت بقى ديفند، انت راجل خلاص كبير بقى وعاقل وفاهم وبتتفرج على علاقات عامه، هارش. صح ولا ايه يا اسطى؟ سرحت في ايه في الموضوع ده؟ ده موضوع شائك، مش موضوع خارجي يعني. بس يعني حاسس ان انا بريفلكت كده على الكونفرسيشن اللي انا عملتها، وكانت ايه النقط الضعف، لان هو اعتقد ده النمط اللي كل الكونفرسيشنز بتمر بيه يعني. يعني حاسس ان انا استفدت الصراحه الحمد لله. انا يعني عايز بس اقول ايه، لما حد يجي يتكلم معاك في حاجه ما تقلبش الترابيزه تقول انا، قول ليه، افهم، اهدى شويه على نفسك، ودير العلاقه، دير الكونفرسيشن. انت مش بترد في الكونفرسيشن، انت بتديرها. مختلف خالص. انا مش مستني اسمع عشان ارد، انا بشوف ايه اكتر طريقه بتوجه في حته انت بتدير الدفه، فاهم قصدي؟ مش عايز ترد وخلاص، مش مش هتحولها لخناقه، هتحولها اكتر هتاخد يعني مثمره زي ما بيقولوا كده. صح. وانت والبارتنر بتاعك على غريب، او وانت ابن عمك على اخوك، مش فاكر في قصه كده 60 كلب في الحوار ده، كان في 2 بيتفقوا على حاجه فانتوا 2 اتفقوا على المشكله، مش اتفقوا ضد بعض. صح كده، ميك سنس. ممكن بقى نحطها بس يعني هنشرحها مونتاج دوبلاج. شكرا يا صاحبي. شكرا يا صاحب، الف شكر، اشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.